الوغ شنو هي لا فليبيت او لا ترومبوز فينوز او الجلطه الوريديه؟ لا فليبيت ولا لا ترومبوز او الجلطه الوريديه، هذا لو تيرم تيخلع بزاف الناس. الوغ شنو هو تخثر وريدي فكيوقع في قلب ديال واحد الوريد. كيكون عندنا وريد في الثدي ديالنا كيوقع فيه واحد التخثر، يعني داك الدم كيتكبد كيكون لنا ان كايو في وسط هذيك لافين. ايفيكتيفمون لو ريسك شنو هو انه اون بارتي من هذاك لو كايو تمشي في لا سيركولاسيون سانغين، وفين كتقدر تطلع الرئه. هذا هو اللي كيقدر يتسبب لنا في لومبولي بولمونير اللي كيقدر يكون فيه خطر على حياه الانسان. الوغ هذا الوريد اللي كتوقع فيه الجلطه او لا فليبيت باش معروفه اكثر، ودابا كنعيطوا لها بلوس حنا لا ترومبوز فينوز كو سو بروفوند او سوبرفيسيال. دونك هي عندها اعراض اللي كتكون ظاهره وسهله بزاف باش نلقاوها. غير شنو توقع انه مثلا الناس كيضروا رجلو ولا شي حاجه كيقلب في جوجل، حيت عرفنا الناس بزاف ولاو كيقلبوا جوجل، اول حاجه كتطلع ليه فليبيت. دونك تيعيطوا راه انا حاله استعجاليه وكيجيو يجريو وتوقع هذا الخطا بزاف. بعد مرات ايفيكتيفمون تتكون لا فليبيت، وفي غالب الاحيان تيكونوا الناس يعني جوجل بحال نقولوا دراماتيزا داك لو طابلو كلينيك ووصلوا لا فليبيت الوغ كو سي با دو تو سا. هاد المشكله هادي واش تقدر غير فجاه تجيني او لا انا اللي كندير شي حوايج اللي يقدروا يتسببوا لي في هذا المرض؟ هو ايفيكتيفمون هاد الجلطه الوريديه راه كتجي فجاه، يعني ما كتكونش بشويه كتوقع الجلطه كيبدا الالم. بيان سور ما شفتيش الطبيب في الاول، راه هذيك الجلطه كتبقى غادا وكتطلع. مثلا نقولوا بدات هنا في المولي غتبقى غادا وكتطلع الركبه وهي ماشيه، لان هذاك الدم اللي تكبد كيبقى غادي وكيتجمع في العرق كامل، ويقدر يولي في ماشي غير عرق واحد جوج وثلاثه ولا اكثر. هذه الاولى. الوغ شنو اللي كيخلينا هاد الوريد يوقع فيه تخثر في الدم؟ كاينه بزاف المسائل. اول حاجه هو التدخين. الوغ التدخين من بين الحوايج اللي كيقدروا يديروا لنا هاد التخثر ولا الجلطه الوريديه. الوغ كاين عند الناس اللي كيكونوا شادين الفراش، علاش بزاف الناس ملي تيديروا شي عمليه وكيشدوا بها الفراش كيعطيهم الطبيب سيستيماتيكمون واحد لي انجيكسيون كيديروهم مميعات دمويه باش كيبقى الدم كيدور. الناس اللي كيديروا القبص لو بلاطخ ملي كيكون شي كسر وشي حاجه وكنديروا القبص، اي واحد يدير البلاطخ الا وكياخذ مميعات دمويه. علاش؟ لانه هذيك البلاصه كتكون ايموبيليزي، دونك ما كيدورش فيها الدم مزيان، كيقدر يوقع التخثر. دونك هذا سيستيماتيكمون بالنسبه للمرأات سورتو ملي كتكون عمليه قيصريه. دونك عمليه قيصريه سي سيستيماتيك كنعطيو لي انجيكسيون لو طون كو المراه ترجع في نمط الحياه ديالها عادي وكتنوض وكتمشى وداكشي. طونك شاده الفراش تاعها سورتو فوق 3 ايام خاصنا ضروري نعطيو المميعات الدمويه. كيكون عند الناس اللي عندهم مشكل ديال السرطان حتى هو كيعرض بزاف الناس هذا المشكل، وحتى الادويه اللي كنعطيو باغفوا د لا شيميوثيرابي حتى هي كتعرضنا. كاين حبوب منع الحمل حتى هي من الاسباب، واخا نسبه قليله ديال النساء اللي كتسبب لهم مي كتبقى من الاسباب. توسكي هرمونات كسو حبوب منع الحمل او الهرمونات اللي كياخذوا النساء من بعد لا مينوبوز حتى هما كيقدروا يتسببوا لنا في هذا التخثر الوريدي. حيت كاين اوسي في هذا المشكل تاع الجلطه الوريديه كاينه حتى ديك لا ترومبوفيلي جينيتيك، يعني عاوتاني كتكون في لي جين ديالك انك قابل انك دير تخثر وريدي. هنا الطبيب تيكون عارف مثلا كما قلنا في الحالات اللي غادي يشدوا فيهم الفراش اكثر من 3 ايام. دابا اي واحد ناعس في المصحه راه كيديروا ليه الشوكات تاع الدوره الدمويه، هذه سي سيستيماتيك. الوغ بالنسبه للناس مثلا عندهم مشكل سرطان ما كتكونش سيستيماتيك، الا وقعات الجلطه راه غادي نعالجوها. دونك الا بغيت نعرف الاعراض ديال هاد الجلطه الوريديه اللي جاتني اولا الاحساس اللي غادي نحس به باش نقول راه فوالا راه هذه جلطه وريديه خصني نمشي عند الطبيب. تري بيان. الوغ اول حاجه ايفيكتيفمون كتكون واحد لا دولار تقدر تحس بها بحال اون كرامب مثلا ملي كيكون في لي فين موسكولير، ملي كيكون داك الوريد في وسط لو موسكل ايفيكتيفمون كتمشى كتغوت. الالم تاعها تيكون فظيع جدا كبير، ماشي الم عادي. هذه اول حاجه. ثاني حاجه داك الساق كتبقى غادا وكتنفخ، وهذا الالم ما ينقصش، ما يمكنلوش ينقص مادام العرق تبوشه غيبقى الا وكيتزاد. داكوغ. وكاين انتفاخ، هذاك الساق اللي وقع فيه الجلطه الوريديه راه غينتفخ وما غاديش يتفش، غيبقى ماشي وتيتزاد لا ميم شوز. حاجه اخرى كاين خوازيام سيمبتوم هو ديك البلاصه كتحمر وكتسخن. دونك الا رجلي تنفخات وعندي الم كبير وسخونه وحمراء ايفيكتيفمون هنا راه نقدروا نقولوا 90% غتكون جلطه وريديه و10% غنلقاو شي سبب اخر. الحل هو غادي تشوف الطبيب تاعك اون اورجونس داكوغ باسكو سي اون اورجونس. كنديروا الفحص بالصدى ايكوغرافي ديال لي فين تاعنا وكنشوفوا فين كاين المشكل، والعلاج كيتبدا اون جينيرال عندنا في العياده. يعني ان المريض ملي كيجي عندنا العياده وكنشخصوا كنلقاوها يعني كنبداو له العلاج في وسط العياده ديالنا من بعد ما كنعطيوه الدواء بيان سور مميعات دمويه. تما كتبدا لونكيت ايتيولوجيك اللي هي شنو السبب، شنو تسبب لهذا السيد. الا كان داكشي باين كيقول لك راني كنت شاد الفراش بصح ما تحركش ولا ما خديتش الشوكات ولا كنعطيهم طبعا ما درتهمش ولا راه عندنا سبب. الا تيقول لك انا ما عندي حتى كنت عادي حتى سميتو، تما كنديروا واحد لي تيست اللي كيداروا في لاديان باش كنقلبوا واش عنده ان بروبليم في لاجين ديالو. علاش هادشي كيصلح باش نعرفوا. وثاني حاجه سورتو باش نديروا الوقايه. مثلا هذا السيد غادي نعالجو غادي برا غادي صح،
كاينين واحد الامراض اللي غيبقى ديما ياخذ افي هذاك لو تريتمون هكا، وكاينين امراض اللي كدي سيتوياسيون ا ريسك. شنو هاد لي سيتوياسيون ا ريسك؟ هاد السيد غياخذ الطياره غادي يمشي ان فول لون كورير يمشي 10 سوايع، هذاك اوبليغاتوار خصو يلبس الليبه ديالو بحال اللي كنعطيو في لي فيروس كنعطيو حتى في التخثر الوالدي والجلطه الوالديه كنعطيو الليبه ديالو، وكنعطيو حتى الدواء في الفول تاع لالي من لافاي كنبداو لو جور تاع لو فول واللوندومان اي كيف في الغوتور داكا. كنحاولوا لي سيتوياسيون ا ريسك وكيكون عارف تنقولوا ليه الا مثلا لا قدر الله مرضتي شي مره وشتيتي الفراش الطبيب تاعك خصك تقول له راه انا اللي درت جلطه وريديه باش تيرد معاك الماء وكيعطيك المميعات الدمويه باش ما تعاودش دير اون غيسيديف. دونك منين تجينا هاد الاعراض هادو انا عرفت الحل ديالهم، ولكن واش خاصني نعيط للكلينيك اورجونس، واش نعيط للطبيب حيت تقدر تجيك شي مره في الليل؟ دونك بيان سور الى هاد الاعراض بانت في النهار في الاوقات فاش يكونوا العيادات محلولين، بيان سور غادي نشوفوا الطبيب المختص في الامراض الاوعيه الدمويه والشرايين والاورده داكوغ. بيان سور خصنا نقولوا راه حاله استعجاليه وغادي يستقبلونا بيان سور وغادي يشوفنا وغادي يبادر في العلاج لو بلو رابيدمون بوسيبل. الا كانت بيان سور بانت في الليل هاد الاعراض غادي نمشيو للمصحه، بيان سور هذيك المصحه ديك الساعه هي اللي كتكلف، هي اللي كتعيط للطبيب باش كيجي اللي يشوف الحاله استعجاليه، وإلا كان افيكتيفمون تشخصت الحاله وكاينه جلطه وريديه كنبادروا في العلاج اون اورجون، حيت كما قلت لك المشكل تاع هاد الجلطه الوريديه هي كتبقى كتمشي وكنخافوا تطلع ودير لنا انسداد في الرئه ديالنا، وهذا الشيء هو اللي كيكون فيه خطوره على حياه الانسان. الشيء اللي بغيت نسولك نيت هو شحال ديال المده اللي خصني باش ما نتعطلش ونمشي عند الطبيب ملي نبدا نحس بهاد الاعراض؟ لا ما كاينش مده، اون فوا الا فريمون عندنا هادشي خصنا سي اورجون، سي حاله استعجاليه. الا انا كنعاودها ان الساق كتنفخ الم كثير وحمراء وسخونه، باسكو بارفوا كيقدر باسيون كيجي عندنا معطل وما وقعش انسداد رئوي، وكاين اللي بعد الحالات كاع كيجيو كنشوفوهم كيكون عندهم انسداد رئوي وعاد كنبداو نقلبوا كنلقاو فيكتيفمون كتقول لك رجلي راه كانت كضرني شحال هادي، وراه دوزت عند طبيب العظام والمفاصل وداك الشيء وقالوا لي ما كاين حتى شي حاجه وعطاوني شي دواء ولا هذا ولا هذا، الوغ ديك الساعه راه كان مشكل في الوريد وتكومبليكا. يعني ما داك الشيء ماشي مدقق، كل واحد وكيفاش يفا ايفولوي تو سامبلومون على حسب السبب. ايضا بحال دابا نقول لك مثلا المراه كتاخذ حبوب منع الحمل وهي وقعت لها الجلطه الوريديه وما مشاتش شافت الطبيب اختصاصي في هذا الشيء وبقات كتاكل راه كتزيد تخطر الدم ديالها وكتزيد لو ريسك ان هذاك الجلطه تزيد تطلع الفوق اكثر وتمشي لنا لي بومون. شنو هو الانسداد الرئوي؟ هو انه كيوقع تخثر جلطه بلوتو في الاورده ديال لي بومون ديال القفص الصدري ديالنا، وهنا كيضيق علينا التنفس. دايوغ فيما كيجي عندنا شي حد وكنلقاو كنشخصوا الحاله بالنسبه للساقين، السؤال اللي تنسولو تنقولوا عافاك واش ما حسيتيش بشي ضيق في التنفس هاد الايام، واش ملي طلعتي للدروج مثلا تزير عليك صدرك ولا شي حاجه في هاد الايام، حيت الا كان افيكتيفمون خصنا نديروا واحد لونجو سكانير تاع لي بومون باش نشوفوا ياك ما بوشا حتى العروقه ديال لي بومون. اي بيان سور في العروقه تاع لي بومون حتى هما راه فيهم بزاف الاشكال، كاينين الصغيورين كاين المتوسطين كاينين الكبار. الا وصلنا للكبار راه يقدر يتقطع التنفس كومبليتمون، هادو هما الحالات الله يستر كيقدروا يعطيو بالوفاه. كانوا في الصغيورين تيحس بواحد الضيق في التنفس ماشي شي حاجه كثيره. طيب العلاج سي لو ميم كو سوا بوغ رجلين كو سوا بوغ سميتو، غير لا دوغي كتبدل. وبيان سور ديك الساعه كنحتاجوا حتى الطبيب تاع القلب باش كيعطينا واش ما كاين غوتونتيسمون على القلب تا هو ما تقاسش لينا. الوغ بيان سور دابا المشكل تاع لا فليبيد بزاف الناس يعرفوا لا فليبيت لا ترومبوز او الجلطه الوريديه، هو الدياغنوستيك تاعو كلينيك ولا كونفيرماسيون كتكون بليكوغرافي. كلينيك يعني الاعراض كاينين ثلاثه: انتفاخ ديال الساق وان جينيرال كتكون الساق وحده، حالات نادره باش يكونوا جوج رجلين، دونك هذه حاجه مهمه باش كنفرقوا. الالم تيكون حاد وممكن الا يتزاد مع المده الزمنيه وتيكون ديك البلاصه حمراء وسخونه. التشخيص غيدار بليكوغرافي، ليكوغرافي هي اللي كتكونفيرمي الدياغنوستيك او كتقول لك ما كاينش داكا. ومن بعد اون فوا شخصنا دونك خاصنا نعالجو، سي اورجون كيتعالجوا سور بلاص في لي كابيني اون جينيرال. كنبداو هذيك الحبه ولا الشوكه عندنا في العياده قبل ما يدخل المريض للدار ديالو.